الولا جه يمسك ايدي سبته، الولا جه مش عارف اعمل ايه سبته. لا حبيبتي. هلو يا حلوين، اهلا بيكم في حلقه جديده من كيف تصطادين عريسه. كل حلقه طبعا انا بحكي معاكم مواضيع مهمه بتفيدكم جدا، سواء واحنا بنصطاد ولا بعد الصيده ما تبقى معانا. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، فجهزوا اسلحتكم واقعدوا بقى كده تفرغوا لي واسمعوا. اللي انا هقوله ده مهم جدا لكل بنت، وانا بنت زيكم اكيد، فعارفه اهميه الكلام اللي هقوله. اهميه انك تحطي حدود للعلاقه. لازم يبقى انت عندك حدود عشان الطرف الاخر يحترمك. يعني ما ينفعش اخش العلاقه كده ايه على باب الله، انا مش عارفه انا رايحه فين وزي ما تيجي. الولا جه يمسك ايدي سبته، الولا جه مش عارف اعمل ايه سبته. لا حبيبتي، حبيبتي كده هو اللي اصطادك مش انت اللي اصطادتيه قطه، ها؟ فخدي بالك، لازم يبقى عندك حدود ولازم تفرضيها عليه ويحترمها. ولو انتي ما احترمتيش نفسك وحدودك، ثقي تماما الراجل مش هيحترمك. احنا في بداية العلاقة حبيبتي، لسه بنتعرف على بعض، تفتحي له الباب كده على طول؟ لا، نعمل ايه؟ نحط حدود وبطريقة لطيفة من غير ما تكوني اجريسيف ويعني بترسمي الدور. لا، انتي لازم تقعدي مع نفسك وتشوفي انا حدودي ايه. انا ما بحبش كذا وما بحبش كذا وما بحبش اعمل كذا وما بحبش حد يتعدى حدوده معايا في كذا. اوكي، تهدوا جدا، مش تروحي بقى ترصيهم له، لا مش لطيف خالص. اول ما يصدر منه موقف من الحدود اللي انت رسماها لنفسك، اعملي ستوب، قولي له بقى لو سمحت انا ما بحبش الطريقه دي، بطريقه لطيفه بجد عشان بتضايق، ارجوك ما تكررهاش. مش بقول لك ايه، عارف انت لو عملت كده تاني لا هيحس ان في دكر قصاده ويجري حبيبتي على طول. بشياكه كده نعمل حدودنا ونخليه يحترمنا واحنا محافظين على رقتنا وانوثتنا وطريقتنا. معلش بليز، انا الموضوع ده بيضايقني، انا الحركه دي مش بستلطفها وما بحبهاش، معلش بعد اذنك انا بتضايق لما ما تحطش ايدك على كتفي، بتضايق مثلا. فلازم انت تقعدي مع نفسك وتشوفي حدودك، مش انا اللي هقول لك حدودك. انا ما اعرفش كل بنت ليها حدود فين ورايحه فين، انا عندي حدود انا عارفاها، فبتعامل على اساسها. اول ما بيتخطاها الراجل بقف واقول له ستوب، بس بالشياكه وبلطافه. في بدايه العلاقه كده لازم تبقي لطيفه. هو ما يعرفش، عين امه حبيبي ما يعرفش ان الحدود دي عندك بتضايقك، مع انه بيبقى عارف بس بيستعبط. بس تمام، نمشيها انه ما يعرفش. لو هو بيستعبط نستعبط احنا كمان. حبيبي ما تستعبطش يا قطقوط يا كتكوت، انا ما بحبش كده. على طول تكوني صريحه، تقفي على الحاجه الغلطه اللي بيعملها او بتضايقك، اقفي. فانت شوفي حدودك وبعدين ابدأي صدريها له. مثلا في وسط كل الكلام اللي انت بتعمليه ده هيبقى له نتيجه حلوه جدا لما انت تضعي حدود لنفسك. مش هو بس اللي هيحترمك، الاخرين كمان هيحترموك. وفي نفس الوقت زي ما قلت لك ما تبقيش غليظه، تبقي لطيفه. الا بقى لو تعدى حدوده قوي، هنا تديله على دماغه. نقف بقى، يلا يا بابا بقى، يلا حبيبي بره، انا اللي مش عايزه الصيده دي، انا هصطاد غيرها تناسبني. ما نقفش عندها مهما كانت مشاعرك تجاهه. اوعي في مره تيجي على نفسك. لو لقيتي بقى نفسك ان انت في علاقه الحدود بتنهار، يبقى العيب منك مش منه. بمعنى لقيتي نفسك مثلا قلتي له على حاجه ما بتحبيهاش ومش عايزه تعمليها او بتضايقك وبيعملها وعملها تاني، يبقى العيب منك. ما عرفتيش توصلي له المعلومه صح، هو مش غلطان. انت ما عرفتيش توري له جديه الحدود دي ازاي. فلازم توري له الحاجه اللي بتضايقك انت جاده فيها جدا 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 جدا. واقصد بالجديه مش انك تكوني اجريسيف، لا انا جاده، الموضوع ده بيضايقني. خدي موقف مثلا ازعلي منه يوم، ما ترديش عليه لو تطاول او ضايقك او عاده. انما لقيتي نفسك الحدود اللي انت رسمتيها بقى عماله تغيري فيها عشانه، انت هنا كده في علاقه غلط. فلازم تقفي مع نفسك وتراجعي حدودك وتشوفي انت عايزه ايه. تجنبي بقى. نتجنب ايه بقى؟ نتجنب عدم الوضوح، انك ما تبقيش واضحه. يعني خليكي واضحه في حدودك. انا في 1 2 3 بيضايقوني، قوليهم من بدايه العلاقه. ما تستنيش بقى هو حبيبي عين امه الواد مش فاهم ومش عارف ايه حدودك فين، هو جه يمسك ايدك قلت له ايه ده؟ اوعى ايدي، انا ما بحبش حد يمسك ايدي، واديتيله دربق على وشه. الواد يا عيني اتخض وما عملش حاجه، الواد مسك ايدك. كنت سيبيه يمسكها فوزيه، يمكن تترف ايده حبيبتي. فالراجل لما يمسك ايدك بتتضايقي من مسكه الايد، يبقى تقولي له بقى من الاول، تبقي واضحه من اول كده ما بترتبطوا. بص انا ما بحبش حد يمسك ايدي، انا ما بحبش حد يكلمني بكذا، انا ما بحبش حد يقول لي كذا، ما بحبش حد يقول لي كلام حلو، يلا طفشي يلا طفشي على طول كده. على طول بقى نشوف قصه غيره بقى معقد زينا كده ونقعد معاه. انا اقصد ان انت تبقي واضحه في العلاقه. يعني الحاجه اللي مش عاجباكي من البدايه قوليها. ما تستنيش حبيبي ان الولد يغلط او هو يكون بيتصرف ببديهيه وانت تروحي ايه دربق على طول في وشه. لا، قولي له ابقي واضحه. حاجه تانية مثلا، ما تنسيش اولوياتك وحياتك وما تنسيش حدوده. هو كمان عنده حدود وعنده حاجات بتضايقه، لازم تحترميها وتاخدي بالك منها وما تتعديهاش. زي ما انت ما تقبليش ان هو يتعدى حدوده معاكي، انت كمان ما تتعديش حدود. يعني مثلا في ولاد ما بتحبش اللي بيعلي صوته عليه، البنت اللي بتعلي صوتها ما تعليش صوتك عليه في اي مشكله.
لو شايفه ان ده بيضايقه ما تعمليهوش مثلا. انا بديلك فور اكزامبل يعني. فهي دي الحاجات اللي لازم تتجنبيها وانتي بتفكري في الحدود، وانتي اللي تعملي نفسك حدود، واحترمي حدود الطرف الاخر اللي معاكي. يا رب تكون الحلقه فادتكم، وما تنسوش احنا دايما اللي بنصطاد ما حدش بيصيدنا. واستنوني في حلقه جديده مع كيف تصطادين عريسه. سلام عليكم.